استقطب مهرجان ربيع بريدة 31 والذي جاء تحت عنوان ربيع بريدة متعة للجميع بالعديد من الفعاليات والبرامج التي تحاكي رغبات ومتطلبات كافة شرائح المجتمع، حيث خصصت اللجنة التنفيذية للمهرجان العديد من الفعاليات والبرامج والتي تحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بدر أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل نائب أمير منطقة القصيم، حيث كان لذلك الأثر في تواصل فعاليات المهرجان وكافة المهرجانات بالمنطقة. معي في الدقيقة التالية الأستاذ عبد العزيز المهوس المدير التنفيذي لمهرجان ربيع بريدة. في البداية حدثنا عن انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان ربيع بريدة 31. طبعا انطلق المهرجان في عدة فعاليات هذا اليوم. انطلق بالفعالية الأولى اللي هي بطولة الدراج ريس للسيارات والدراجات النارية، والتي تستهدف 3 فئات للسيارات والدراجات النارية تحت إشراف الاتحاد السعودي لرياضيات السيارات. واليوم المرحلة الأولى وغدا المرحلة الثانية إن شاء الله. وكذلك يستمر هذا الموقع بفعاليات متعددة رياضية، بطولة سيارات الريموت كنترول، وكذلك استعراض لسيارات الهايلوكس والجيوب، ومستمر هذا الموقع بفعاليات رياضية لمدة 8 أيام إن شاء الله. أيضا من ضمن هذه المهرجانات وهذه الفعاليات الخيمة الشبابية، حدثنا عن هذه الخيمة وماذا تحوي من أحاديث. طبعا الخيمة هذه هي تسمى ملتقى شباب فوق الطعس، هي ملتقى للشباب للهواة السيارات والدراجات يلتقون فيها بشكل يومي في هذا الموقع، يتناولون الحديث، وكذلك متوفر الضيافة الشعبية في هذا الموقع، وتعتبر ملتقى لهم خلال هذا المهرجان. ومن الفعاليات الشبابية بطولة الدرايج رايس وبطولة الطيران الشراعي والتي تقام لأول مرة، وبطولة السيارات الريموت كنترول وسباق الخواطيف. وكما تشمل الفعاليات الخيمة الرياضية. الجدير بالذكر أن فعاليات هذا العام للمهرجان فعاليات متنوعة ومثيرة ومتجددة استهدفت كافة شرائح المجتمع، حيث تم إعدادها بشكل احترافي مميز من قبل اللجنة التنفيذية للمهرجان. مع الكابتن أحمد الشقاوي مدير عام البطولة. في البداية حدثنا عن هذه البطولة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على إتاحة هذه الفرصة وتواجدكم بالفعاليات الرياضية. بالنسبة طول العمر البطولة هذه طبعا نظام مسماها الساند دراج، بس اليوم هذا طعس يعني صعود، مسافة تقريبا 100 متر. الحمد لله زي ما انتم شايفين البطولة كانت متواضعة وجدا جدا رائعة. طبعا فيها زي ما انت شايف الجمهور زحمة ولا مشاكل الحمد لله ولا كذا. طبعا من شهرين اللي نعد للبطولة هذه بإشراف الاتحاد السعودي، والحمد لله زي ما انت شايف اليوم خلصنا من الدراجات النارية و6 سرندل، بكرة إن شاء الله عندنا 8 سرندل. ونحن في اليوم الأول من هذه البطولة، كيف شات مستوى التفاعل والحضور الجماهيري؟ والله الحمد لله أشوف منطقة القصيم ترى بالنسبة لي أنا أراهن على أي فعالية تنجح على أساس على ما قال الزبدة الأساسية هي الجمهور، وما جمهور منطقة القصيم هذا كنز يعني. ومن فعاليات هذا اليوم بطولة الدرايج رايس، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبير وبإشراف من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وكانت نتائج السباق لبطولة الدرايج رايس فئة 6 سرندر كالتالي: جاء في المركز الأول يوسف الخضير، المركز الثاني كان من نصيب خالد الثويني، المركز الثالث خليفة الهاشل، وفي المركز الرابع سليمان الطويرش، وكان في المركز الخامس محمد الدواس. مع الكابتن يوسف الخضير صاحب المركز الأول في هذا السباق، سباق دراج رايز. في البداية بصراحة هل كنت متوقع الفوز في هذا السباق؟ والله الحمد لله كنت مأمل بالفوز، أنا الحمد لله كنت قبل أسبوع محقق بطولة دولية في الإمارات المركز الأول. الحمد لله جت على ما أبي. بشكل عام يعني كيف شاهدت مستوى هذه البطولة؟ الحمد لله تنظيم جدا جيد، والمستويات كلها ذا، والشباب على المقال ما قصروا. مع الكابتن خالد الثويني صاحب المركز الثاني في هذه البطولة، بطولة الدرايج رايس. في البداية بطولة حتى الآن منذ انطلاقتها، ماذا تقول عن هذه البطولة؟ والله ما شاء الله عليكم، الصراحة جدا رائعة وأفضل الصراحة، يعني شيء رائع مرة. إذن كيف شاهدت مستوى التنظيم العام لهذه البطولة؟ والله ما شاء الله عليكم ما خلطوا شيء، ما في قاصر، كل شيء تمام الحمد لله.
حدثنا عن هذه السيارة وسيارة فئة 6 سلندر. حدثنا عن هذه السيارة وطريقة السباق في هذا السباق. والله السيارة مثل ما تشوف شروكي 6 سلندر، محرك شروكي ومعدلين عليها، مزودين عليها جير جيمس 450، عليها دبل. هذه محرك شروكي 6 سلندر ومزودين عليها. طبعا مثل ما تشوف اللي هو راس التيربو، الثلاجة حق الماكينة، يعني مسوين تعديلات على الماكينة نفسه. وداخل السيارة اللي هو زي ما تشوف يعني اللي هو تانكي بنزين، الجير، كمبيوتر برمجة يعني اللي هو التعديل. في أشياء يعني واجد زينة بالسيارة، معدلين عليها زي ما تشوف اللي جهزه كل شيء. معنا الآن الكابتن خليفة محمد الهاشل، أحد أبطال المملكة وصاحب المركز الثالث في هذا السباق في مهرجان بريدة. في البداية حدثنا عن هذا السباق. والله أشكر القائمين على السباق والترتيب الرائع. أنا ما توقعت أن الترتيب بيصير زي بالمنظر هذا صراحة. والحمد لله احنا جينا قسنا النبض قبل السباق، والحمد لله طلعنا على أحسن ما يرام. أيضا كيف رأيت مستوى المشاركين والمنافسين لهذه البطولة لك؟ والله لابد المنافسين معك يا أخي، عندك التيربوات منافسين قويين، بس أنا أعتبر أنا المركز الأول يعني منافس لهم بالإمارات وهنا يعني. والحمد لله يعني فضل الله وشكر 7 ثواني مو بسيطة. وأنا حصلت على قبل كذا، أخذت المركز الأول بعنيزة، أخذت المركز الأول بحايل، وأخذت المركز الأول بالطعس الكبير بحايل العام. وتوجونا إن شاء الله 2009 إن شاء الله بطل المملكة. معنا الأستاذ الكابتن محمد السرحاني رئيس لجنة الحكام لهذه البطولة. في البداية حدثنا عن طريقة وتنظيم هذه البطولة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة زي ما أنت شايف بطولة يتم فيها احتساب الوقت لأسرع مركبة يعني سواء دراجة أو سيارة تصل لحد لموضوع فيه السنسر اللي هو الحساس اللي يقطع الوقت. بالنسبة لتنظيم الفئات كان عندنا اليوم فئة الدراجات النارية مفتوحة، وكان عندنا فئة السيارات 6 سلندر مفتوح، وغدا إن شاء الله راح يكون عندنا 8 سلندر مفتوح إن شاء الله. هل هناك أرقام قياسية حطمت في هذا السباق؟ والله شفنا أرقام كويسة، ولكن أرقام حطمت لا، لكن كان في أرقام كويسة خصوصا على السيارات 6 سلندر. كان عندنا سيارتين أشوف أن يعني حقت أرقام كويسة جدا يعني، ولكن ما حطمت أرقام قياسية. بشكل عام رأيك فيها في مستوى هذه البطولة؟ والله كان تنظيم جدا رائع. الأستاذ أحمد الشقاوي طبعا كان مسؤول عن تنظيم، معودنا الأستاذ أحمد أنه ما يسوي أي شيء يعني، أو زي ما يقول ما يسوي شيء أي كلام. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا آخر ما لدينا في سياق هذا التقرير والخاص عن انطلاقة مهرجان ربيع بريدة 31، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا في بطولة الدرايج رايس. لبرنامج التقرير ماجد البشري، بريدة.